سؤال من محمد سمير بيقول: ليه ساعات بنخلص كتاب ونحس اننا نسينا كل حاجه قريناها؟ وايه افضل طريقه للقراءه الفعاله؟ نستخدم هايلايت، نلخص، ولا نكتفي بالتركيز؟ لا، هو بكل تاكيد ما نكتفيش بالتركيز. فكره انك تتفاعل مع اللي بتقراه بصوره او باخرى، فكره ان انت تقف عند الحاجات اللي فعلا بتستوقفك او الحاجات اللي بتسمع معاك، فكره انك تكتب الخواطر. طبعا الهايلايت والنوتس والكلام ده من الحاجات الاساسيه. انا حقيقه يعني مش متفق تماما مع الناس اللي بتحب تخلي الكتاب نظيف وناصع البياض وحاجه يعني لا تشبهه شائبه. ده مش صح اصلا. يعني ده كتابك عامه، انت دفعت فلوس قصاد انت تملك الموضوع، ليك الحريه انك تعمل فيه، تقطع اللي مش عاجبك وتشخبط على اللي مش عاجبك وتكتب فيه براحتك. ودي بصراحه الحاجات اللي بتعلق في ذهنك، الحاجات اللي بتكتبها بايديك. وهقول لك على حاجه ممكن تفتكرها في المواد اللي فيها معادلات او اللي فيها قوانين كان المفروض نحفظها في ماده العلوم او الساينس في مرحله الاعدادي ولا حاجه. انت ممكن تبص على القانون تحس بالالفه وتحس انك عارفه، ولكن في اول مره بتيجي في اختبار وتيجي تكتب بتنسى، مش عارف، مش متذكر الموضوع. في حين ان انت وانت بتذاكر لو كتبت القانون بايديك بشكل ما بتدمج اكتر من ذاكره في الموضوع، الذاكره الحركيه او الذاكره العضليه. فكره التناغم ما بين الافكار وحركه القلم او ايدك على الورق بتساعد في ترسيخ الموضوع ده بصوره او باخرى. فلا لازم تتفاعل معاه. ولو كنت شفت البودكاست الاخير مع علي محمد علي، كنا اتكلمنا عن نقطه انك كمان تقدر تستخدم الاي اي والحاجات الجديده في انك يعني تتعمق او تناقش الذكاء الاصطناعي في الكتاب ده، ودي يساعدك انك يعني تتذكر الموضوعات او النقاط الاساسيه وتاخد وتدي معاه كده. ودي من الحاجات اللي فعلا بتاثر علينا قوي احنا كبشر. يعني انت ممكن تفتكر جزء من الحاجات اللي بتسمعها، جزء من الحاجات اللي بتتفرج عليها، جزء من الحاجات اللي بتقراها، ولكن الحاجات اللي بتتفاعل معاها انت بتتذكرها لانها بتتخزن في مستوى عميق قوي في الذاكره، فصعب ان هي تطير. فافضل حاجه هنا هي انك تتفاعل مع اللي بتقرأه، وبعد ما تخلص قراءة طبعا انك تحاول تشارك بقى اللي اتعلمته او تمرره للآخرين. يعني في هيئة بوست، في هيئة فيديو، في هيئة ريل، في هيئة اي حاجة. لابد انك تمرر المعرفة دي، لاننا برضو بنتذكر جزء كبير قوي 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 من الحاجات اللي احنا بنعلمها للآخرين بصورة او بأخرى.